طاجن البامية على أصوله بالطشة زي ما انتم شايفين كده. ريحة وطعم حكاية. شايفين شكل الطاجن طالع عامل ازاي؟ بجد تحفة جدا، ولازم تجربوا الطريقة دي. يعني هتطلع بطعم مختلف تماما. تعالى بقى نشوف هنعمل الطاجن ده ازاي. نزلنا أول حاجة كده في معلقة سمنة على زيت، بصلاية مفرومة زي ما انتم شايفين، وأربع خمس فصوص توم. هنقلبهم كويس لحد ما البصلاية دي تدبل كويس، مع قرن فلفل الحامي كده. وهنقلب كل ده لحد ما البصلايه بتاعتي تدبل. هننزل بمكعب ماجي، وبعد كده هننزل بالكزبره، كزبره كده ناشفه زي ما انتم شايفين. وهنقلب كل ده مع بعض، نطلع ريحه التوابل دي كويس. وهنضرب شفشق طماطم عشان ننزل بيه. يا سلام. ما ننساش بقى دعمكم بالاشتراك في القناه، ولايك وتعليق تحت الفيديو. ننزل بمعلقه ملح وشويه فلفل اسود، وهنسيبها بقى تسبك شويه. تعالوا نشوف الخطوه دي هنعملها ازاي، عشان دي خطوه ممكن جديده على الناس شويه بس بتفرق كتير في طعم الباميه. غلينا ميه، وحطينا فيها بصلايه مفرومه وكام فص توم كده، وقرنين فلفل حامي. وهننزل فيها الباميه اللي احنا جايبينها، تاخد كده ايه يعني بلانشيف ميه سخنه، اللي هي لو انا جايبها مجمده او حاجه بتطلع بقى وتاخد الريحه بتاعه التوم والفلفل والكلام ده كله. بعد كده بصفيها وبنزلها ايه في الصلصه بعد ما تكون غليت كده غلوتين. وبسيب الكلام ده كله مع بعضه كده ياخد ايه لحد ما الباميه تستوي، تاخد كام غلوه كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل الطشه بتاعتها ازاي. معلقه سمنه، اربع فصوص توم. وهنشوح التومه دي كويس قوي لحد كده ما تبدا تلون معانا خفيف، زي ما انتم شايفين كده على النار عاليه على طول. وننزل بقى بعد كده بكزبره كزبره ناشفه زي ما انتم شايفين. ونشوح الكلام ده كله مع بعض لحد ما ايه كل الكلام ده ياخد لون مع بعض. مهم جدا ان احنا يبقى عندنا سمنه، ويا ريت سمنه بلد طبعا، هتفرق كتير في الطعم. وننزل بقى بالطشه بتاعتنا كده. يا سلام، ريحتها تحفه. وناخد شويه اللي في الطاسه كده وننزل بيهم. بجد لازم تجربوا الطريقه دي، هتطلعوا طواجن باميه تحفه يعني. لو عندنا برضو اللحمه تبقى مسلوقه لوحدها وننزل عليها ايه بالطاجن، يعني هننزل في الاخر كده بعد ما الباميه تستوي واللحمه تستوي لوحدها، ننزل بيهم على بعض، وبعد كده ننزل نرصهم في الطاجن. عشان بجد يبقى طاجن عظمه يعني. طاجن الباميه بطريقه مطبخ الشيف سيد بجد هيطلع عظمه. ونحط كده الطاجن بتاعتنا، ونجيب بقى ايه هنحط على الوش بتاعتنا سلايز طماطم كده، وكام سلايز فلفل اخضر رومي. وطبعا اللي عايزها سبايسي بيحط شويه شطه في الصلصه بتاعتها. يعني طبعا دي حسب الرغبه طبعا. والفلفل بغطسه شويه كده في الصلصه عشان ما يتحرقش معايا، لازم برضو ياخد ايه صلصه على الوش كده عشان ما يتحرقش مني من الشوايه بتاعه الفرن. ويلا بينا على الفرن. زي ما انتم شايفين كده شغلت عليه كده 10 دقايق، وبعد كده فتحت عليه الشوايه في الاخر عشان نطلع العظمه اللي انتم شايفينها دي. طاجن باميه من مطبخ الشيف سيد، بجد لازم تجربوه. شايفين الجمال؟ ما تنسوش بقى تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناه.